انا عملت حاجات في حماتي تغضب ربنا، واخو جوزي لما شافني ان انا بعمل ايه طلب مني حاجة عمري ما كنت اتوقع ان هو يطلبها مني، وللأسف انا وافقته على طلبه. اسمعوا حكايتي وقولوا لي رأيكم فيها ايه واتصرف فيها ازاي. ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاة والسلام. واحدة بعتت قصتها وبتحكي فيها بتقول انها متجوزة من سنة، عندها 23 سنة وجوزها عنده 28 سنة، وحماتها تبقى خالتها. وطبعا في البداية كانت رافضة الجوازة، بس بعد ما امها اقنعتها وقالت لها ان حماتك هتبقى امك التانية، وكلمتك هتبقى مسموعة بما انها هتعيش في بيت عيلة، وتبقى انت الكل في الكل، ومش هيبقى فيه على الحجر غيرك، وهتعاملك معاملة حلوة احسن من سلايفك التانية. فعلا وافقت واتجوزته بالفعل، بس اتجوزته غصب عنها. ودخلت في بيت العيلة، وبيت العيلة ده كان عبارة عن 3 صبيان غير جوزها، 2 كانوا متجوزين وطبعا كانوا أكبر من جوزها، وكانوا سلايفها موجودين في البيت، والأخ الأصغر منه كان خاطب وكان ناوي يتجوز بس بعد شهور. بعد ما دخلت لقت معاملة حماتها في أول شهر حلوة جدا، وكانت بتعاملها فعلا زي بنتها، بس المشكلة عندها إنها لقيتها بتعامل نفس سلايفها نفس معاملتها بالظبط، بل ليهم كلمة مسموعة عنها لأنهم كانوا أقدم منها وأكبر منها. طبعا أول ما شافت كده قالت إزاي المفروض إن أنا أتعامل معاملة تانية خالص غيرهم. يعني مثلا كانوا كلهم لازم ينزلوا يروقوا الشقة بتاعت حماتها ويحضروا الفطار ويفطروا كلهم مع بعض. لقيت حماتي بتطلب مني نفس الطلب، يعني زيهم ومفيش فرق ما بيني وما بينهم. وطبعا اول ما لقيتها بتعاملهم كده وكلمتهم مسموعة، وانا بالنسبة لها واحدة عادية زيهم، غيرت طبعا وقررت ان انا انتقم منها ومنهم. وهنا جات لي فكرة شيطانية ان انا ادخل اوضة حماتي بما اننا كلنا بنبقى موجودين، واسرق اي حاجة او ابوظ اي حاجة تقابلني، فلوس ذهب اخدها من اوضتها، بحيث ان هم يدوروا ويشكوا ببعض علشان خاطر اعمل ما بينهم فتنة وتحصل مشاكل. فعلا بدأت أعمل كده، وكل مرة كانوا قاعدين زعلانين وبيقولوا إيه اللي حصل، مين اللي عمل كده، ويدوروا على اللي عمل كده، طبعا مش لاقيين إجابة للي بيحصل. وأنا كنت ببقى قاعدة مبسوطة جدا، وكمان كنت بدور معاهم الحاجة دي راحت فين بالظبط ولا إيه اللي حصل، وكنت ببقى زعلانة زيهم علشان ما ياخدوش بالهم إن أنا اللي بعمل كده. وبعد ما عملت كده مع حماتي فكرت ان انا اعمل كده مع سلايفي، بما اننا قاعدين كلنا في بيت عيله، وطبعا كانت المفاتيح بتاعتنا موجوده في البيبان. كنت بستغل ان هم مشغولين في شغل البيت مع حماتي، كنت بطلع فوق في الشقق بتاعتهم وكنت بعمل نفس اللي بعمله. وكل واحده ما كانت بتكتشف ده كانت بتفضل تعيط وتدور، وانا كمان ادور على الحاجه اللي راحت منها، وكانت بتستغرب على الحاجات اللي بتتكسر. وانا كنت ببقى مبسوطه جدا لما بشوفهم بيلفوا حوالين بعضهم ومش عارفين ايه اللي بيحصل والحاجات دي راحت فين بالظبط. وكنت بعمل نفس اللي انا بعمله معاهم مع نفسي علشان خاطر ما ياخدوش بالهم ان في حاجة غريبة، وافضل اعيط برضو واشتكي واقول لهم انا مش عارفة الحاجة راحت فين، واخليهم برضو يدوروا معايا على الحاجات اللي انا مش لاقياها. طبعا بعد كل اللي انا عملته ده حسيت بانتصار رهيب وانتقام، ان انا خليتهم يلفوا حوالين بعضهم ومحدش عرف ولا كشف السر ورا اللي بيحصل بالظبط. وقعدت على الموضوع ده حوالي 3 شهور. بعد 3 شهور اتفاجئت باخو جوزي جاي بيهزر معايا وبيمد ايده عليا، وهزاره فيه ايحاءات كده غريبة، وطريقته متغيرة معايا، واول مرة اشوف منه حاجة زي كده. عملها مرة واتنين وتلاتة، في الاخر جيت قلت له ما ينفعش، انت بتعمل كده ليه؟ انت اول مرة تهزر معايا بالشكل ده، انا بعد كده هروح اشتكي لاخوك او اقول لحماتي. هنا قال لي انت اخر واحدة تتكلمي بعد اللي انا شفته منك، فبلاش تتكلمي علشان انا ممكن افضحك قدامهم واوريهم انت كنت بتعملي ايه بالظبط، ومين ورا المواضيع اللي بتحصل في البيت وبيسرق الحاجة وبيخفيها. وهنا سكت وقلت له هو ايه اللي حصل، انا ما عملتش حاجة. قال لي لا ازاي ما عملتيش، تعالي اتفرجي انت بتعملي ايه. وجاب الموبايل بتاعه وفرجني على الفيديوهات، وللأسف عرفت منه ان هو كان مركب كاميرا في الأوضة بتاعت حماتي، ومحدش عارف حاجة عنها خالص، لانه كان عايز يعرف مين ورا المواضيع دي، ومصورني وانا بسرق وانا بكسر الحاجة جوه في أوضة حماتي. وهنا قعدت اعيط ليه وقلت له بالله عليك ما تفضحنيش قدامهم، وخلاص دي غلطة وراحت لحالها، وانا مش هعمل كده تاني، وانت ستر وغطى عليا وما ينفعش تفضحني قدامهم علشان هيبقى منظري وحش.
وهنا سكت وقال لي بالتأكيد انت اللي ورا اللي بيحصل في شقق سلايفك، برضو انت اللي سرقتي وانت اللي كسرتي الحاجات اللي كانوا بيستغربوا مين اللي بيكسرها. قلت له انا اللي ورا ده، وزي ما انا قلت لك دي كانت غلطة، عشان بس كنت غيرانة ان خالتي بتعاملهم نفس معاملتي وانا كنت عايزة اتميز عنهم. فلما لقيتها بتعاملنا كلنا زي بعض قلت انا لازم انتقم منهم واعمل اي حاجة تخليهم يشكوا في بعض او يمسكوا في خناق بعض، وانا غلطت ومش هعمل كده تاني. هنا سكت وقال لي انا ممكن اسكت وما اقولش اي حاجه خالص، ولا كاني شفتك ولا كاني في فيديوهات معايا، مقابل ان انت تعملي حاجه واحده بس. قلت له ايه هي؟ انت عايزني اعمل ايه بالظبط؟ للاسف فاجئني بطلب انا ما كنتش عمري اتوقع انه ممكن يطلبوا مني، طلب مني ان انا اقيم علاقه معاه. طبعا اول ما سمعت كده قعدت اعيط وقلت له ليه كده؟ ده انا بنت خالتك، ما ينفعش، وما تنساش ان انا مرات اخوك وما يصحش اللي انت بتطلبه مني ده. قال لي والله قدامك حل من الاتنين، يا اما توافقي على اللي انا طلبته منك، لاني انا طول حياتي عيني منك ومعجب بيكي وكنت عايزك، بس للاسف ما كانش ينفع لانك اكبر مني واخويا كان اختارك، فانا بديكي حل من الاتنين، يا اما تبقي معايا يا اما اروح اوري لهم الفيديوهات. قلت له ازاي ده؟ انت هتتجوز كمان كام شهر؟ قال لي حتى لو انا اتجوزت برضه هتبقي معايا، وقت ما انا اطلبك الاقيكي، يا اما اجيب الفيديوهات وافرجهم عليها ويعرفوا مين اللي بيسرق ومين اللي بيكسر وبيدمر الدنيا. وساعتها قعدت اتحايل عليه واقول له ما ينفعش، ما ينفعش اللي انت بتطلبه ده، اطلب اي حاجه تانية غير اللي انت بتطلبه. قال لي والله ده اللي انا بقوله لك، شوفي انت هتختاري ايه. وللاسف بعد ما ضغط عليا وبعد ما خفت ان هو يفضحني قدامهم، رضيت وعملت اللي هو طلبه مني. عملت ده مرة واتنين وتلاتة، وكل مرة كنت بكره نفسي وازاي ان انا بعمل كده، وكنت بأنب ضميري، وكل ما بص لأخوه كان بيصعب عليا ان انا بعمل فيه حاجة زي كده. وهنا رحت قلت له انا مش هعمل كده تاني، وانا لازم اقطع علاقتي بيك، انا حرام عليا اللي انا بعمله وصعبان عليا اخوك وجوزي في نفس الوقت، ومش هينفع نستمر في العلاقة دي، ربنا يغضب علينا وكفاية اللي انا عملته معاك قبل كده. وهنا كان رد فعله طبعا المتوقع منه، هنا قال لي خلاص براحتك، انا هاخد الفيديوهات دي وافرجهم عليها ويعرفوا مين اللي ورا السرقة ومين اللي كان بيكسر الحاجة وسبب الدمار اللي كان بيحصل. وطبعا انت الحاجات اللي سرقتيها والفلوس اللي سرقتيها اتصرفتي فيها ومش هتعرفي ترجعها لهم، يا اما تختاري انك تستمر معايا في العلاقة وساعتها محدش هيعرف حاجة عن اللي كان بيحصل ولا الفيديوهات دي هتظهر لأي حد، فاختاري ما بين الاتنين. وهنا حاولت ان انا اصحي ضميره باي طريقة، وللأسف مفيش فايدة، وبيهددني ان انا لو قطعت علاقتي معاه هياخد الفيديوهات ويفرجها لحماتي وسلايفي والجوزي، وطبعا انا كده هتفضح قدامهم. فانا مش عارفة اعمل ايه، انا عارفة فعلا ان انا غلطانة وان انا المفروض ما كنتش اعمل حاجة من دي من الاول، بس دلوقتي انا مش عارفة اتصرف. قولولي رأيكم وقولولي اتصرف ازاي معاه. انا مبدئيا طبعا من اول ما سمعت القصة انا بستغرب، انت عملت زي المثل اللي بيقول من حفر حفرة لاخيه وقع فيه. انت حفرتي حفرة لحماتك وسلايفك علشان فاكرة ان ده ممكن هيعمل فتنة هناك في البيت والكل هيشك في بعضه وهتحصل مشكلة، بس للأسف انت اللي وقعتي فيها. ورغم ان انت وقعتي فيها ورغم ان انت عملتي حاجة كبيرة برضو ان انت سرقتي، جيتي تعالجي الجريمة الاولانية بجريمة ابشع منها وهي انك تقع في الزنا. وطبعا اللي انت عملتيه كله على بعضه عك وغباء منك. هتعملي ايه بعد اللي انت عملتيه؟ للأسف يا ريتك كنت بعتي الرسالة قبلها، كنت هقولك يعمل اللي هو يعمله، يعني حتى لو معاه فيديوهات او مصورك وانت بتسرقي كانت اضعف الايمان كان هيوريها لهم، كانوا هياخدوا موقف منك او كانوا هيزعلوا شوية، او كنت حتى لو هو عمل حاجة زي كده وجاب الفيديوهات فرجها لك كنت روحي اشتكي لامك واحكي لها عن الموضوع، وكانت امك هتتصرف وهتتعامل هي مع اختها، والموضوع كان اتلم وما كانش وصل للكبيرة اللي انتوا عملتوها انتوا الاتنين. بس للأسف اللي حصل حصل، واللي انا اقدر اقوله لك دلوقتي لازم تتعاملي معاه بكل صرامة وقوة وتقولي له اللي انت عايز تعمله اعمله، عايز توريهم الفيديوهات انت حر، انا بعد كده مش هعمل اي حاجة ومش هعمل اي حاجة تغضب ربنا،
وشوفي هو هيعمل ايه. بالتأكيد لما يلاقيكي قوية قدامه ورافضة ان انت تستمر في العلاقة المشبوهة دي، طبعا هو من نفسه مش هيقدر يعمل حاجة، لانه مش هيقدر يفضح نفسه او يفضحك قدامهم، لانه مش عارف رد فعلك هيبقى ايه، او ممكن توصلي ايه لاخوه. لان طبعا الموضوع اللي انت بتتكلمي فيه ده موضوع شرف، وموضوع الشرف ما بيتحلش بسهولة الا بالدم. يا اما قدامك حل تاني خالص، وانا طبعا مش برجحه او مش بحب خراب البيوت، بس الحالة اللي انت فيها دي ممكن تفكري ان انت تتطلقي وتبعدي خالص عن البيت ده، وتبعدي عن اخوه، وتتقي شره وتتقي شر نفسك واللي انت عملتيه في نفسك. وده طبعا الحل التاني، وده كان رأيي. وطبعا انا هسيب الرأي للمتابعين ممكن يكتبوه في الكومنتات علشان توصلي للحل الامثل. ودي كانت حكايتنا النهاردة. خليكم معايا في حكاية جديدة من حكاوي هناء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.